بيكم في مطبخ التوفير مع محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنحضر مع بعض غدا اقتصادي سهل وسريع وعلى قد الايد. احنا عارفين ان الاسعار بقت غاليه وكلنا لازم نعمل افكار بسيطه تساعدنا نمشي الميزانيه بتاعتنا لاخر الشهر باكلات بسيطه واقتصاديه وفي نفس الوقت تكون مشبعه وتكون بسيطه ومغذيه لاولادنا. احنا عارفين الاسعار كلها بقت غاليه ولازم نفكر وندبر مع بعض. انا النهارده هعمل معاكم فكره غدا بسيطه سهله وسريعه وكمان مشبع ومغذي لاولادي. مش لازم نحرمهم علشان نوفر وندبر، وزي ما قلت قبل كده التوفير مش حرمان. انا النهارده هعمل معاكم اكله بسيطه وكمان سهله وسريعه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض ونمشي يومنا ازاي البسيط بافكارنا البسيطه. يلا بينا. اول حاجه عندي انا هعملها، جبت حبتين من البطاطس قشرتهم بالشكل ده وغسلتهم، هقطعهم صوابع علشان احمرهم معاكم. انا هعمل النهارده كشري الاصفر والاسكندراني وكمان بطاطس محمره وطبق سلطه. اكله سهله وسريعه وكمان اقتصاديه، التوفير مش حرمان. هتغذي ولادك باكلات بسيطه، واحنا عارفين الدنيا بقت غاليه والاسعار كلها مولعه نار. لازم كلنا نفكر وندبر مع بعض باكلاتنا البسيطه. انا زي ما قلت قشرت حبتين من البطاطس وهقطعهم صوابع بالشكل ده واحمرهم معاكم. يلا نشوف هنكمل بقى يومنا ازاي وهنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. عندي هنا البطاطس قطعتها وحط عليها شويه من الميه كده وركنتها على جنب عشان اجي احمرها. وعندي هنا ده ربع كيلو من العدس الاصفر، ممكن تقللي او تزودي الكميه براحتك حسب عدد افراد الاسره. انا جبته ونقيته كويس بس لسه ما غسلتهوش وعندي هنا حوالي 3 أو 4 كوبايات من الرز بالشكل ده، حوالي 4 كوبايات من الرز. احط عليهم بقى ربع كيلو من العدس واقلبهم بقى مع بعض كويس وهغسلهم. طبعا الكشري الاصفر او الكشري الاسكندراني مغذي جدا ومفيد بالشكل ده. هروح بقى اغسلهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي بقى حله على البوتاجاز فيها حوالي معلقتين كبار بقى من الزيت، وعندي هنا بصلايه صغيره خالص انا هحمرها في الزيت لغايه ما تاخد معايا لون. طبعا هناكل الكشري الاصفر النهارده بطريقه سهله وبسيطه بالشكل ده. هفضل بقى اقلب في البصله تاخد معايا لون بالشكل ده، تدبل معايا ما تغمقش معايا بالشكل ده. هنزل بقى عليها بالرز والعدس انا غسلتهم بقى مع بعض بالشكل ده. هنزل بقى بكل الكميه، ما شاء الله الكميه بقى محترمه هتعمل معايا حله كبيره بالشكل ده. ممكن تقللي كميه الرز، تعملي كوبايتين رز على ربع كيلو من العدس حسب زي ما قلت حسب عدد افراد الاسره بالشكل ده. وهفضل بقى اشوحهم مع البصلايه. اشوح الرز كده مع البصلايه بجد بتكون الطريقه دي ريحتها جميله جدا وطعمه بجد جميل. هفضل بقى اشوح فيهم وبعد كده انزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتي. اول حاجه هظبطها بقى الملح، واحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه صغيره برده من الكمون. بهاراتنا البسيطه اللي في اي بيت زي ما احنا متفقين مع بعض. الموجود عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجه. هظبط بقى الملح واحط بقى معلقه صغيره برده من الكمون والفلفل الاسمر بالشكل ده. زي ما احنا قايلين التوفير مش حرمان، ممكن اعمل اكله بسيطه ومغذيه وفي نفس الوقت مشبعه من غير تكلفه على الميزانيه بالشكل ده. وهنزل بقى عليه مقدار الميه مقدار الرز العادي، احنا زي ما احنا متفقين مقدار الميه مقدار عقله صباع بالشكل ده. هقلبه وهغطي بقى الحله واسيبه لغايه بقى ما يتشرب معايا بالشكل ده. عندي هنا البطاطس بقى بدات احمرها زي ما قلت الغدا النهارده هي تعملي كله مع بعضه في نص ساعه ما ياخدش منك وقت. عندي بقى الرز الكشري هنا عندي بقى اتشرب، هقلبه بقى بالشكل ده وهدي بقى عليه النار واسيبه لغايه بقى ما يستوي معايا زي ما قلت ما بياخدش حاجه. وعندي هنا بحمر بقى طبق البطاطس احنا قطعناه مع بعض بالشكل ده بقى. هغطي بقى عليه واسيبه لغايه بقى ما يكمل سوا على نار متوسطه بالشكل ده. دلوقتي بقى هعمل معاكم طبق سلطه جنب الاكل. عندي كام عود من الجرجير حوالي ربطه صغيره انا جايباها من السوق وكده. وعندي بقى هنا كام حبايه من الطماطم. اول حاجه انا غسلتهم برده كويس. طبق السلطه الخضراء مفيد جدا جنب الاكل حاولي انت تعملي طبق سلطه جنب الاكل وقطعت بقى الطماطم وقطعت الجرجير وقطع برده الخيار زي ما انت شايفه كده. طبعا انا مسرعه الفيديو مش بخرط بسرعه كده قطعت برده الخيار. وعندي بصلايه برده صغيره، وعندي هنا قرن فلفل. فانا الفلفل ده كان حراق فعشان كده استخدمت نصه بس، نص تاني عنده في التلاجة. قطعت برضو البصلايه، حطي بقى ظبط لها الملح. وعندي نص ليمونه عصير نص ليمونه وقلبت كل ده مع بعضه كده. بقى عندي طبق سلطه بسيط ومغذي جدا جنب الاكل. حاولي تعملي السلطه على طول جنب الاكل مغذيه
بالشكل ده. وعلى شكل الأكل بعد ما استوى. السفرة سهلة وبسيطة. على شكل الكشري بعد ما استوى، البطاطس المحمرة حط عليها بهارات بطاطس، طبق من المخلل. سفرة سهلة وبسيطة. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تنوروني بالاشتراك في القناة وتشجعيني بقى بكومنت حلو. يلا بقى جربي الفكرة البسيطة دي للغدا النهاردة، وقولي بقى رأيك في التعليقات.